لله. نفسي عليك. الحمد لله. لاباس انت؟ الحمد لله. قدم لنا روحك. انا سلمى، مصريه تونسيه، يعني انا مصريه مولوده في تونسيه. مصر ومولوده في مصر وجنسيتي تونسيه. مرحبا بيك. الوالد مصري والام تونسيه. اي اي. اي. الولد مصري والام تونسيه. فهمتك. وانت عايشه في مصر ولا في تونس؟ انا هكا وهكا، مره هكا ومره هكا، بس الاكثريه في مصر. الاكثريه في مصر. أي. لو تحكي لنا على تجربه العيش في مصر وفي تونس. الصراحه الاكثريه اللي عايشه في مصر خير، خاطر يعني تعودت عليها، يعني بالنسبه لي نحسها رخيصه، وزيد زيادة يعني اللي هي نحبها برشا، خاطر الرئيس السيسي هناك يعني نحبه برشا برشا، فالحياة معاه هو باهية برشا. كيفاش؟ كيف من ناحيه شنو؟ من ناحية الحكومة، الشرطة، خاطر أنا نحب الشرطة برشا، ونتمنى ديما قبل ندخل في الشرطة المصرية. أيوة. وما وصلتش دخلت في الشرطه المصريه؟ لا، أنا دخلت يعني مشيت برشا مرات الكلية الشرطة ووزارة الداخلية، غادي قالوا لي لازم تكملي قرايتك، يعني أعطوني اللي هو الشروط، فأنا قاعدة نتابع فيهم هما في البنات بعد الجامعة بعد ما يتخرجوا، فكيف نتخرج يعني من القراية ندخل، ما زلت يعني. قديش عمرك توا؟ 19 سنة. ما زلت صغيره. أي يعني صغيرة. قديش عشت في مصر؟ هو أنا غادي، أنا كنت اتولدت في مصر وعشت في تونس من 2005 ل 2019، ومن 2019 ل 2023 في مصر. في مصر، معناها انت تو في مصر وجايه تحوس في تونس. مرحبا بيك على كل في بلادك. كيفاش تكون العلاقه ما بين اب مصري وام تونسيه؟ لا، هي الطبيعة المفروض الأم تكون أحسن من الأب، على خاطر الأم هي، يعني أنت عارفة الأم كيفاش، الأم اللي هي الكل، يعني زي ما نقولوا الجنة تحت أقدام الأمهات. البو هو السند والظهر، يعني فهمت؟ ويعني كيفاش العلاقة ما بيناتهم رغم الاختلاف في العادات والتقاليد؟ العلاقة بيناتهم يعني مش علاقة برشا، أما مثالش يعني المكتوب، يعني اللي هو مثلا ما نقعد نعيش مع زوز أم وأب وهكا، ما مثالش يعني، المهم يعني موجودين مش ميتين يعني، فهمت؟ وانت الأكثر مصرية أو تونسية؟ لا، أنا أكثر مصرية، خاطر أنا مولودة غادي وأبويا مصري. أي. وأنا نحب جمهورية مصر العربية. أي. أما كي تولد تلقى أمك تحكي تونسي بيان سور، معناها أي. خذيت من أمك أكثر ولا من بوك؟ ديجا غادي في مصر نتكلم مصري وتونسي، وهوني مصري وتونسي، يعني غادي يقول لي انت شكلك مش مصريه، وهوني شكلك مش تونسيه، ما نفهمش انا، نقول لهم فرعونيه وكهو. فرعونية. اي. بي عندك صحابك بالطبيعة في مصر؟ اي طبيعه. شنو تحكي لهم على تونس اللي ما يعرفوش تونس وما جاوش لتونس؟ هم يعني في برشا، فما ساعات هم ناس يسالوني يقول احكي تونسي، شنو هو الماكله التونسيه ودرا شنو، وساعات نلقى برشا ناس اصحابهم ولا يعني اقاربهم توانسه وهكا كهو يعني. أي. شنو حكيت لهم على تونس؟ قلت لهم ان تونس حلوه والماكله بتاعتهم مبنينه برشا، اما الحياه مش، يعني بالنسبه لي انا مش، يعني بالنسبه لي انا مصر خير. في شنو؟ في الحياه، في الحياه وفي الخدمه وفي القرايه، خاطر القرايه غادي سهله برشا يعني. هوني في تونس مثلا في الكوليج من 8 ل 5، غاديكا من 8 لنص نهار ولا الماضي ساعه. يبان الوقت. اي ساهل غاديكا، وديجا يعني في رمضان باهي برشا غادي، رمضان بتاع مصر باهي برشا. في طبيعتك شنو خذيت من مصر وشنو خذيت من تونس؟ انا في طبيعتي خديت من مصر اكثر من تونس صراحه. إذا اللي حسيتك تحب مصر أكثر. اي بالطبيعه. تحيا جمهوريه مصر العربيه. وتونس زادة. اي تونس زادة، تحيا جمهوريه التونسيه. أما شنو خذيت من تونس في العادات والتقاليد؟ لا، انا خديت من تونس اللي هم، عارف البنات اللي هي بتاع الكوليج اللي هي تكون مهبوله بكيكه، انا خديت منها. ويعني نحب زاد الكلام التونسي كيك، اللي هي تحكي زي ما نحكي انا وياك هكا. ديجا انت تحكي تونسي اكثر توا. بالطبيعه. اي خاطر انا في تونس، اما في مصر نحكي زاد مصري برشا. اي. توا باش ترجع تعيش في تونس ولا مازلت باش تبقى في مصر؟ لا، انا شايفه مستقبلي احسن في مصر، على خاطر انا مخططه مستقبلي، يعني انا ديجا يعني حسيت لي برشا الظروف خايبه، وكل شيء انا نحب نعتمد على روحي ونعمل كل شيء لوحدي، ويعني نخمم زاده باش ندخل للشرطه غادي في مصر، مش احلى من الشرطه المصريه والله. من ناحيه شنو؟ الشرطه المصريه حاجه حلوه فيها
ان هم يعني يحموا البلد بجد، يعني اللي هم يقعدوا 24 ساعة، ويعني في اللي هو كيفاش نقولوها، يعني يرمي روحه خاطر بلاده، فهمت؟ والبدله بتاعهم باهيه برشا، تعجبني انا. ساعات كي نمشي مثلا الضابط نعرفه وحده او ضابطه، نقول لهم اعطوني شو اسمه نصور بيها. يعطيوك ولا؟ يعطوني من تالي. هكا. من ناحيه الاكل شنو هو الفرق؟ هو الصراحة الماكلة المصرية أبان، على خاطر المحشي ومكرونة البشاميل والفراخ والبط والحاجات هذه نموت عليهم برشا. شنو يعجبك في الماكلات التونسيه؟ كسكسي أكثر حاجة، الكسكسي نعمل فيها ديجا غادي في مصر. كسكسي بينا برشا، نعمل ناكل فيها بالدجاج أكثر حاجة، مش بالحوت ولا اللحم. شنو اخر؟ هي الماكلة التونسية كلها بينا، من الأكثر الكسكسي نحبه. تعرف طيب كسكسي؟ طبيعة. شنو اخر؟ الأكل المصرية نعرف نطيبها كلها، والماكلة التونسية زاد نعرف نطيب برشا. شنو الماكلات المصريه ما عندناش منهم احنا في تونس؟ شو اسمه؟ كشري مثلا؟ لا الكشري سيرة تجبي تعمليها هوني، اما شو اسمها هي الملوخية مش كيفها. اكيد ملوخيتنا ابن برشا زايده هكا نتوقع. الملوخية خاطر احنا بتاعنا خضرة، انتم نعرفش كيفاش هي، تحسها اللي هي خاطر كي تبقى نية تحسها كل شو اسمه الفرينة، اما احنا تبقى مجمدة ما خضرة. حاجات اللي ما تاكلوهاش هوني، البط تاكلوش بط. ايوه بط. ايوه. وانا ما اعرفش يعني، خاطر ما دورتش تونس برشا، فاللي هو ما تعرفش تونس برشا؟ لا ما نعرفش، نعرف انا مصر. من البلايص اللي تعرفهم في تونس. مدنين، اخذت جا امي مدنينه وجا غدا مش المدنين. امك عايشه معك في مصر؟ لا امي ما زلت لا انا اللي جيت لوحدي وسافرت لوحدي. امك في تونس وابوك عايش في مصر؟ ايوه انا اللي هما منفصلين. هي. يعني انا نعرف مدنين جا غدا مش المدنين. وتونس العاصمه مش تونس، يعني بالذات مش نعرفش، ما مشيتش بنزرت مثلا ولا صفاقس ولا ما درتش الولايات في تونس؟ لا. يعني هم البلايص اللي تسمع بهم تحب تزورهم في تونس؟ نحب نزورها. هي انا ما ثبتش برشا، ما نحب نجرب مثلا نزورهم يعني. جربه مثلا؟ اي جربه، صفاقس، جابس، فهمتي؟ على كل مرحبا بك في تونس. ميرسي. كلنا تحيا جمهورية مصر العربية، وانا جايتكم كلمة الختام. كلمة الختام. اي شنو تحب تقول؟ نحب نقول لمصر انا نحبك برشا، وتحيا جمهورية مصر العربية، وربي يخلينا الرئيس السيسي، وان شاء الله نبقى معاكم في الشرطة. وديجا انا سمعت فما شهداء، بس انا خلينا نحكيها لك بالتليفون معلش. باش نقول الشهيد البطل محمد صلاح ابراهيم الدسوقي السليم، اللي هو شهيد الله يرحمه، ابن كفر العمار مركز طوخ القليوبية، منفذ عملية الحدود التي أسفرت عن مقتل وإصابة 5 جنود إسرائيليين فجر اليوم السبت الموافق 3/6/2023 على حدود المصرية الفلسطينية. والشهيد البطل المجند حسن عبد الرازق محمد قناوي ابن قرية المريس بمركز أرمنت غرب الأقصر، الذي استشهد أثناء مطاردة أمنية مع المهربين الخارجين على القانون على الحدود حلايب وشلاتين، والذي استشهد على أثرها البطل يوم 7/6/2023. هذوكم الشهداء اللي هم دافعوا يعني رموا رواحهم على خاطر بلادهم مصر، فهمت؟ فأنا مش نقول لهم إن ربي يرحمكم، وكلنا احنا يعني كلنا مش ناخذ حقك كمصريين يعني، ومصر ان شاء الله تبقى باهيه ومرتاحه وبخير. شكرا.